فرق يا يونس. فرق؟ يا سلام، هي فرق دي بتتقال على اي حاجة كده؟ فرق دي ليها احترامها، بتنزل مع ديك رومي مع دكر بط، ساعتها وبقلب جامد اقول لك حاضر يا عم عويس يا ضو هفرق. امال يا يونس يا ضو الجبنه اللي بناكلها دي يتقال عليها ايه؟ باصي؟ دي ما يتقالش عليها حاجة، دي بكتير وكل وانت ساكت. يا ابني القناعة كنز لا يفنى. النهارده بناكل جبنة، يمكن ربنا بكره يفتح عليا وافتح لكم علبة تونة قطع يا يونس يا ضو. يا سلام على حنيتك وطيبة قلبك يابا. بابا ناولني رغيف. ماله حبيبي، اقوم امرهولك. تسلم يابا. ايه الحنية اللي انتوا فيها دي؟ المفروض ان احنا بقى نحبك ونسقف لك يابا. احنا لحد امتى هنفضل تحت واولاد اسامة فراويلة فوق؟ الواد فهيم ابنه اللي كنت بشط عود الكبريت وارميه في قفاه، اللي كنا لما نروح نلعب كوره في مركز شباب الخان اوقفه جون وما يقدرش يفتح بقه امه، دلوقتي بقى يبعتنا جيب له سجاير. يا ابني مش بيديك النص جنيه بقيه الخمسه؟ لحد امتى يابا هفضل الم نصاص ورباع؟ هاخدني ازاي كده؟ يا وريث يا وريث، انت زفت يا وريث. عاجبك اللي بيقوله ده يابا؟ مالها وريث يا ابني؟ ما بحبش الكلمه دي. ده كل كلمه هيطلعها عليك وتقول لي ما بحبهاش. قبل كده قال عليك بطاطا وبرضه اشتكيت. وبعدين ده صاحبك كتر خيره، سايب مصالحه ومفضي نفسه وقاعد يطلع عليك اسماء. فين في الزمان ده تلاقي اصحاب كده؟ بابا ممكن زيتونه؟ خد يا عم الزيتونه اهو. امر يا حبيبي. يا وريث احسن لك ترد يا وريث. طب يا بسكليت. ايوه جاي اهو، جاي انا وريث جاي. بكمل الاول. يا يونس يا ضو، انا قعدت امبارح افكر في علاقتنا ولقيت مش هينفع نتجوز، استحاله هتقدر تنسى. انت قصدك يعني يوم ما كنت بايته في شقه الواد صلاح جارنا؟ يا ابو صلاح. ايوه. وانا يا ابني كلمتك لما عرفت ان نوال كانت بايته عندك في الشقه؟ الصراحه لا. ليه؟ عشان انا من نفسي جيت لك وقلت لك وكبرتك وما خليتكش تعرف من بره. حصل ولا ما حصلش؟ حصل، وانا احترمت صراحتك. نوال بقى مكبره الموضوع فيها نونه، ما تعديها. ما تنسيش بقى بكره. ها انا هفكرها. ايه يا نونه؟ يا يونس مش قصدي استحاله هتقدر تنسى. يا دي النيله، خلاص عرفت قصدك ايه. الو. ايوه يا اسماعيل، وانا يا ابني كلمتك لما عرفت ان نوال كانت قاعده معاك في الاتوبيس النهري، مش احنا اتصفينا بعدها ونزلنا اشترينا تيشيرتات عشان المصيف واتفقنا ان انت ونوال هتسبقوني وانا هحصلكوا؟ نوال يا سيدي مكبره الموضوع. طب يا اسماعيل هكلمك بعدين. خلاص بقى نونا عديها يا حبيبتي، الحب 40% منه مغفره والباقي طناش. يا يونس استحاله هتقدر تنسى ان انت ابن عويس الضو وانا بنت الحاج اسامه فراويله. انا بقى اساسا نفسي انسى ان ابن الضو في حد اسمه ضو، لكن انت بقى اوعي تنسي ان انت بنت اسامه فراويله. بس ابويا الخان كله بيقول ان فلوس البوتيك حرام. انت قصدك يعني عشان بياخد الصابون العرض وبيبيعه بسعر تجاري؟ طب وايه يعني؟ ما كل الناس بتعمل كده والزبون راضي والدنيا بتمشي. ما هو بصراحه ابويا لو ما تبش استحاله نتجوز. وابوكي مش كل سنه بيسافر الغردقه وبيرجع يفهم الناس انه كان في الحج وكل عيد بيذبح ذبيحه ويوزع على الفقراء؟ انا اصلا لو ابوكي تاب مش هتجوزك، ده انا هتجوزك عشان ابقى دراع ابوكي اليمين ونجيب بضاعه رخيصه ونضرب لها تيكت ونبيعها على انها سينيه. انت يا يونس يا ضو ممكن تعمل كده؟ يا بنت انا كفايه اعمل اكتر من كده. انا احول ال3 ب9 وشويه ثقه ابوكي فيا تزيد وابقى دراعه اليمين واقوم يبضيه على الكمبياله ببيع البوتيك واقعده بحصرته في البيت واجيب اخوكي العبيط ده وامسكه ملحق الاهرام واخليه يقعد يلمع لي ازاز البوتيك من بره واسميه بطاطا الوريث. الجاز الوسخ يابا وراك في الجد. انا داخل اولع في نفسي. طب خد على قدك عشان اللمبه السهري بالليل. لا ما قلتليش دلوقتي حالا. ليه اسامه فراويله بقى غني وليه انت ما بقتش زيه وانا هطلق الشركن كله عليا؟ لا يا يونس يا ابني، الشركن كله لا. قول لي يابا ليه ولاد اسامه فراويله احسن من ولاد عويس الضو؟ حاضر يا ابني هقول لك، بس الشركن لا، الراجل لسه عليه اسبوع على ما يعدي. تعال اقعد يا ابني. عنك يا ابني. سيب الجركن. خلاص يا ابني، من 15 سنة أنا وعمك الحاج أسامة فراويلة. ما تقولش عمي. خلاص، أنا والحاج أسامة فراويلة كنا شغالين في بوتيك يارا أند سارة.
في يوم من ذوات الايام دخل عليا عمك الحاج. ما قلت لك بلاش عمك دي، انت ما بتسمعش الكلام ليه من اول مره؟ بالراحه عليا يا ابني. دخل عليا اسامه فراويله ومعاه شوال كبير. الشوال ده اللي كان فيه الكنز اللي سرقه، صح؟ لا، كان فيه دباديب. دباديب يا اسامه فراويله. دي فرصتنا يا عويس يا ضو علشان نغتني. هنفضل لغايه امتى كده اجاريه في بوتيك يارا انتصاره؟ بس الدباديب دي مش بتاعتنا، الدباديب دي بتاعت البلد كلها. الدباديب دي حرام. لا حرام الدباديب، لا حرام. واخد اسامه فراويل الدباديب وفتح البوتيك بتاعه وكبرت تجارته وربنا فتح عليه. بس حرام يا يونس. يعني انت ليك نص الدباديب؟ حد الله بيني وبين الدباديب دي يا يونس، دي حرام. ومش حرام ولاد عم الحاج اسامه فراويله؟ احنا مش اتفقنا انه مش عمك؟ ما تلخبطش امي. صحيح. ومش حرام ولاد الحاج اسامه فراويله يركبونا ويتمتعوا بتعبنا وشقانا يابا. انا مش هفضل طول عمري اجيب سجاير لبد وفهيم. هانت يا يونس، هانت. انا سمعت انه هيبطل تدخين. ماشي خلاص يا يونس. لما ولاد عويس الضو مصر تنده لهم بسرعة بسرعة ينزلوا لها. مصر الا مصر يا ابني. عايزك ترفع راسي هناك، عايزك تعمل اللي معرفناش نعمله في 99. مصر امانه في ايديكم يا يونس. ما تخافش يابا، ان شاء الله هنرجع وكاس الكرات في ايدينا. أو وقابلني. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان ندوه السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان ندوه بالسكة. قلعت كتفي يا اخي، ويقول لك الفقراء ما بياكلوش. بتحشوا ايه؟ بالذمه ده وزن واحد فقير. انا مش قادر اصدق اللي حصل يا فهيم. هنقول ايه للناس في الخان؟ هنقول ايه لاهالينا؟ اتضربنا؟ احنا ما لحقناش نشجع، ما لحقناش حتى نمسك زماره ونقول مصر مصر تحيا مصر، حتى ما لحقناش نقول ارقص يا حضري ارقص يا حضري. احنا اتهزمنا، دي نكسه. العيب في القياده، ذنب الجيل ده كله في اختيار التشكيل. يا عم انجز، هتقعد تقول لي تشكيل وقياده؟ الافارقه ورانا هيجيبونا. انا رجلي نملت، وبصراحه كده شكلي مش هقدر اهرب معاك. وانا طبعا مش هقدر اشيلك من جنوب افريقيا لخان يونس. معاك حق. يبقى كده مش فاضل غير حاجه واحده. هات ايدك، البس دي. ايه دي؟ دي حزازه كوثر. كوثر اللي انت بتحبها واللي عينك هتطلع عليها. اوعى تكون فاهمني واد بطاطا وما كنتش فاهم اللي بيحصل. يعني انت كنت واخد بالك ان انا لما كنت باجيلك كنت باجي عشان البت جارتكوا دي؟ عادي، ما انا بقالي 9 سنين ماشي مع اختك. مش هو ده موضوعنا. المهم انت لازم تتجوز كوثر يا فهيم. بس يعني انا اسمع ان انتوا في بينكم مواضيع وكده. وعشان يعني مشينا مع بعض كام يوم ما تقلقش، البت زي الفل ومش رشه دواخل، هما بس شويه خربشه في الصاج. وصيتك كوثر يا فهيم،
طب يا معلم انا هسيبك وكنت عشان الافارقه جايين. طب سيب الزمزميه. الميه يا معفن. هونجا ولا هتموت. فين يونس يا فهيمة فراويل؟ بسكليتة قصدي يونس. يونس فضل انه يفضل هناك ولا انك تشوف اثار الهزيمه على وشه يا عم عويس. احنا ما شجعناش يا عم عويس، احنا ما مسكناش زماره في ايدنا وشجعنا. فهمني يا عم عويس. فين يونس يا فهيمة فراويلة؟ فين يونس يا فهيمة فراويلة؟ عفوا. ومعانا اتصال من احد مشجعينا من جنوب افريقيا محتجز هناك، وبنقول الو. قول لهم يا كابتن شوبير ان ولاد عويس الدو يشيلوا موبايلات رخيصه لكن يخونوا منتخبهم لا. اصمت وقل لنا ما هي خطة معلم حسن شحاتة. قول لهم يا كابتن شوبير ان ولاد عويس الدو مستعدين يلبسوا كوتشيهات مقطعه وبناطيل ترنج مش اللي هي لكن يخونوا منتخبهم لا. اصمت وقل لنا ما هو رقم موبايل بوتريكا. قول لهم يا كابتن شوبير ان ولاد عويس الدو يمدوا بصهم ويشربوا من اي كولدير، وولاد اسامه فراويله بيشربوا ميه معدنيه لكن يخونوا منتخبهم لا. اصمت وقل لنا ما هو مقاس حذاء كابتن احمد حسن. سعد زغلول قال لا، صفيه زغلول قالت لا، 7000 سنه حضاره بنقول لا، عويس الدو قال لا، الجوهري قال لا، ابو تريكه قال لا، الحاضر يمكن قال لكن انا بقول لا 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 لا. بحلم وافتح عينيا على جنة الإنسانية. بحلم وافتح عينيا على جنة الإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بتكبر صفوانية. يا دنيا ولا حد ظهري ليكي ولا أعيش بقهري. يا دنيا ولا حد ظهري ليكي ولا أعيش بقهري. يا ما نفسي يصفالي ظهري وترجعي حقانية. بحلم وافتح عينيا على جنة الإنسانية. بحلم وافتح عينيا على جنة الإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بتكبر صفوانية. لا يا دنيا اجري ضري